يومكم جميل ومليان سعادة وهنا ومليان كل حاجة حلوة. الموضوع اللي أنا كنت عايزة أكلمكم فيه النهاردة، أنا عن نفسي حاسة إن هو موضوع مهم قوي. الموضوع ده، هل أنا أقدر أتحكم في نفسي ولا في مشاعري وغرايزي، ولا مشاعري وغرايزي هي اللي بتتحكم فيا؟ هو الحقيقة إن أنا أقدر أتحكم في نفسي طبعا. ليه؟ لأن ربنا إداني ملكة مش موجودة عند الحيوانات. فرقني عن الحيوان بإن أنا أقدر أتحكم في غرايزي، لكن الحيوان ما بيقدرش. طب إزاي أقدر؟ هل كلنا زي بعض في الملكة دي؟ وهل كلنا نقدر نتحكم في نفسنا؟ هو الحقيقة ان برضو كلنا نقدر نتحكم في نفسنا، بس اللي بيفرق واحد عن واحد ان واحد عنده المعرفة ان هو فعلا عنده مشكلة في انه مش قادر يتحكم في نفسه وانه عايز يسيطر على نفسه، وفي حد تاني الموضوع مش فارق معاه اصلا، مش في باله، هو ماشي كده زي ما يحصل يحصل يعني. فيبقى اول حاجة نقدر نعملها ان احنا لازم نحدد ان عندنا مشكلة وان احنا عايزين نعمل كده. تاني حاجة أقدر أعملها إن أنا أحافظ على عينيا. يعني إيه أحافظ على عينيا؟ لأن سراج الجسم كله هو العين. يعني إيه برضو؟ يعني أنا عيني هي أول حاجة بتشوف المناظر اللي قدامها، يعني هي بتشوف المثير. لو أنا شايف منظر مثير، يعني مثلا بتفرج على أفلام مش كويسة، الأفلام الإباحية اللي مالية الدنيا دي، أو مثلا وأنا ماشي في الشارع بحب أبص على المناظر اللي بتسرني، انا كده على طول عيني بتلقط المنظر وبتدي اشاره للمخ ان هو يشتغل. يروح المخ على طول يدي اشاره لكل حته في الجسم ان هي تستجيب للمثير ده. يبقى انا لو اتحكمت في عينيا هقدر اتحكم في كل جسمي، واقدر اتحكم في افكاري وفي غرايزي وفي مشاعري. طيب ازاي اقدر اعمل كده؟ واحنا دلوقتي عندنا النت، للاسف انا عارفه انه صعب جدا، لان النت على طول فيه الافلام دي بطريقه يعني مستفزه جدا، وده ممكن اصلا انا ما بقاش عايز اتفرج على الحاجات دي والاقيها جت قدامي. يبقى انا لازم اعرف ان انا لازم اسيطر على نفسي في الحته دي، واول ما يجي قدامي فيلم او اعلان او اي حاجه زي كده ارفضه. اقول لنفسي ان ده حاجه هتسيطر عليا وانا اقوى من كده، وانا لازم اتحكم في نفسي وما اتفرجش على الكلام ده. طيب انا مش بقدر اسيطر على نفسي وبلاقي الافلام دي موجوده قدامي وغصب عن عيني ان انا بفتحها وبتفرج عليها، يبقى لازم اشغل نفسي. دي ثالث نقطه طبعا، ان اشغل نفسي باي حاجه عشان ما بقاش قاعد في البيت لوحدي والاقي ان عندي وقت فراغ كبير. يعني انا شايفه ان احنا لو في سن الشباب، وغالبا اكتر الناس اللي بتتفرج على الحاجات دي بتبقى شباب، انزل اعمل حاجة مفيدة، اتعلم هواية جديدة، اتعلم موسيقى، اتعلم رسم، اتعلم، روح جيم، انزل مع اصحابك، اتمشى، اجري، اعمل اي حاجة مفيدة في حياتك تفيد جسمك وتفيد مستقبلك. يعني انت لو بجد وانت في سن الشباب ده ما قدرتش تعمل الحاجات دي وتاخد كورساتك وتاخد مثلا تحدد هواياتك وتنمي الهواية اللي فيك، اعتقد انك لما تكبر شويه وتبتدي بقى زحمه الشغل والكلام ده هيبقى صعب عليك انك تعمل الكلام ده. يعني بكل بساطه اتعلم حاجه تفيدك دلوقتي وتفيدك بعدين. وبعدين انزل اشتغل. لو انت شاب لسه مثلا في الدراسه، انزل اشتغل، الشغل مش عيب. لازم نغير الثقافه اللي عندنا ان في شغلانات ممكن اشتغلها وشغلانات لا. هتلاقي كتير قوي محلات طالبه مثلا حد يشتغل فيها. هتلاقي لو انت عايز وعندك الرغبه هتلاقي شغل بسهوله، مهما كان الشغل ده ضعيف او مش بيديك مرتب كبير، لكن على الاقل خالص هيدخلك في فكره ان انا ابتديت اشتغل. انت بتشغل وقت فراغك، بتبعد نفسك عن اي مثير. تالت حاجه بتدخل فلوس. رابع حاجه بتاخد خبره في الحياه، لانك لما بتشتغل بدري وانت صغير شويه، لما بتكبر بتبقى عندك خبره في التعامل مع الناس، ويبقى عندك مثلا لو هتعمل سي في وتقدمه في اي مكان، هتقدر تقدم في السي في بتاعك ان انت اشتغلت قبل كده. واللي بيبقى عنده خبره في اي مجال مهما كان بيبقى طبعا احسن من اللي ما عندوش خبره. يعني اي حد بيحب يشغل حد اشتغل في المجال بتاعه ده قبل كده، او حتى لو مش في مجاله، بس المهم ان هو بيعرف يبقى مسؤول عن حاجه معينه يعملها. تالت نقطه مهمه جدا ان احنا نعملها، ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا ما نبقاش قاعدين مع نفسنا كده فتره كبيره. بمعنى انك مثلا لو قاعد في البيت ولاقي نفسك مش قادر تسيطر على نفسك ومحتاج ان انت تتفرج على الافلام دي، طبعا الافلام دي بتاثر عليك، بتخليك بعد كده جسمك كله مصار، وانت بتبتدي تمشي ورا الاثاره اللي عندك. فبالتالي انا مش عايز اصلا اسيب لنفسي وقت ان انا ابقى قاعد فيه يعني مع نفسي ومستفرد بنفسي عشان اقدر ما اعملش كده. حاول، هتلاقي مثلا معاك بابا وماما في البيت، اقعد حكي معاهم، خد خبرتهم في الحياة،
حتى لو انا عارفه ان الشباب اليومين دول الموضوع ده صعب عليهم ومش بيحبوا يعملوه، لا حاول تقعد معاهم شويه، هم هيتبسطوا وانت هتلاقي نفسك لاقي حاجه تعملها مختلفه عن القعده في الاوضه، وبالتالي هتقدر تسيطر على نفسك. الموضوع مش صعب زي ما انتم متخيلين، الموضوع ممكن يتعمل، ومره مع التانيه مع التالته هتلاقي نفسك ابتديت تبعد عن المواضيع دي وابتديت تكرهها. الموضوع ده للاسف ان هو ادمان، انت لما بتبتدي تدخل فيه بتلاقي نفسك يوم مع التاني مع التالت انت مش قادر تتخلص من الموضوع ده، ودي مشكله طبعا بتدخلك في مشاكل كتير بعد كده. لكن انت تقدر لو اتبعت الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي، وحاولت انك تخرج من البيت باي طريقه من الطرق، او تخرج من الوحده اللي انت محصور فيها جوه اوضتك، هتقدر تسيطر على نفسك. يا ريت لو الفيديو ده عجبكم وحسيتوا ان هو مفيد بالنسبه لكم، يا ريت تقدروا تنفذوا اللي انا بقول عليه. وصدقوني صدقوني لو حاولتوا ومشيتوا ورا الخطوات دي هتلاقوا نفسكم يوم بعد يوم تبتدوا تتحسنوا، وابتدت نفسيتكم تبقى احسن. لان انا عارفه كويس ان اللي بيعمل حاجه زي كده بيبقى من جواه متضايق ومش مرتاح وعارف انه بيعمل حاجه غلط، لكن مش قادر يسيطر على نفسه. لكن لازم تعرف انك قوي، وانك مش مثلا اضعف من باقي الناس اللي حواليك، انت زيك زيهم. وهم ما دام كل اللي حواليك قدروا ان هم يسيطروا على نفسهم ويتغلبوا على الشهوه اللي جواهم والغريزه اللي جواهم، انت كمان تقدر. هم مش احسن منك في حاجه، انت قوي وانت عندك اراده قويه، بس حاول وابتدي وهتلاقي نفسك قادر تكمل. يا ريت بجد لو الفيديو عجبكم حاولوا تشيروه عشان تفيدوا غيركم. باي باي.